السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنلعب جيم رابد 10 دقايق. نحاول نفكر فيه مع بعض قريب من تقييم 1900. ونحلل الدور مع بعض نشوف غلطاتنا ايه. خلينا نبدأ. بنلعب ضد واحد غريب Arrested Bone Development. ماشي. نلعب E4 E6. ماشي. French Defense Knight F3 D4. في ناس بتلعب هنا بقى C4 بس مش معتقد بيها قوي يعني، بس هلعبها في الشكل ده. بعدين نايت على C3. ممكن اضرب الوسط بقى ولا ايه؟ اه، قفل الوسط. ما دي فكرة الفرنش. ممكن العب الفيل هنا وبيت قصير. نجيب الرك على العمود. هو تحسه بيلعب بولت ليه؟ بالراحة يا عم. مم. وعايز دلوقتي يلعب C5 ويقفل الدنيا خالص. ممكن العب انا دي بقى B4. صح، B4 عشان لو لعب C5 هياكل. ملعبش اصلا. ممكن العب دي. لو اكل انط بالحصان. مش قوية اوي. ممكن العب دلوقتي A4 A4. نجيب الرك على العمود. لو عملت ديت مش دي كويسة. هيدفع برضو ولا ايه؟ هو ايه ده؟ هيقفل الدور كده كده. ماشي، خليه يقفل الدور كده. الدور يعني المفروض مفهوش لعب يعني. امم خلينا نفكر. دلوقتي ممكن بقى اجيب الحصان هنا هنا هنا. احاول الاقي له مكان عدل. المكان ده برضو جامد، بس هوصله ازاي؟ هي دي الفكرة. خلينا نلعب دي. طبعا الواحد فعلا بقاله كتير ما نزلش فيديوهات، يعني مشكلة الصراحة. بس يعني ان شاء الله ننزل اكتر الفترة الجاية. ماشي. ودلوقتي عايز ياخد الفيل. عايز الفيلين. هم. ولو مشيت يا عم خليه ياخد الامتياز، مش ناقصاه. ده عرفني في عيشتي. خد يا عم امتياز الفيلين يا عم. بس افتح علينا الدور المهبب ده. ده ايه الواد ده؟ Arrested Bone Development. هو تحس اسمه كده اصلا. اللي هو ايه يعني؟ بيمنع تقدم البادئ تقريبا. ماشي. الحصان هنا بقى فكرتها ايه؟ مم. هات الحصان ده هنا وحد ده هنا وحرك الوزير هنا. هات الروك هنا وكده. نحاول نهجم على الملك ده. هو جاي دلوقتي انتشر يعني. ماشي. هات بقى ده هنا. الحصان ده هنا بيحمي البادئ دي ومكانه كويس. هو رجع حمل البادئ ده اصلا. قال لي بص فكك من اشكال المتاهات، انا ماليش في الكلام ده. طب ولو جيت كده وقلت له انا مش عايز مات، انا عايز البيدق على حس الربط، هيعمل ايه؟ ما شافهاش. هو بجد ما شافهاش ولا ايه؟ ما عندوش اي فكره طب ولا ايه؟ هي دي مش فرق. ريزاين. ريزاين يا بتاع ارستد بون ديفلوبمنت. والله ضحك، كان عمال يقفل لك الدور ومش عارف ايه وتقييم 1800. والله العظيم ضحك جدا الصراحه. يعني لا لا لا، لعبه وحش قوي الصراحه يعني. خلينا طب نعمل جيم ريفيو. نشوف لعبنا. والله الجيم قصير وحلو. هنزله كده بقى خلاص. ماشي. نشوف بقى الجيم. اي 4. ماشي. اي 6 اف 3 دي 4. حتى الان كل النقلات كويسه. هي سي 4 بتتلعب. بصوا سي 4 اكسلنت بتتلعب. ماشي. نايت سي 3. دفعة البيضة دي ما كانتش كويسه. بيقول لي احسن نقل انت كنت تطلع الفيل بتاعك على السنتر. ماشي. هاخد بالي بعد كده. قفل هو السنتر. ما كانتش كويسه. لعبت بقى الفيل اللي هي دي الفكره اللي قال عليها، بس لعبتها متاخره نقله. لعب الحصان هنا.
بيت. تبيت هنا بيقول لك برضه ما كانش افضل نقله. طب ايه افضل نقله في الشكل ده؟ ايه 3 اتش 3 قصدي. تمنع نطاط الحصان هنا. على فكره فعلا جت في بالي بس ما لعبتهاش كويس. بعد التبييت لعب لك الفيل هنا، رك على العمود، بيدق 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 فيل بيدق. طبعا عاملين ناخد مساحه، اصل انا هو لعبه غريب والله، عشان كده انا قعدت ادفع بيادق. شايفه عايز ياخد مساحته خلاص، فكنت بقلده يعني. ماشي. لعب لك الرك على سي 8. وحشه. دفعت. Your backward pawn is a weakness. You miss the chance to punish your opponent's error. بيقول لي دلوقتي البدء المتأخر اللي عندك ده بقى ضعف أو إضعاف. أنت فقدت الفرصة إن أنت تعاقب خطأ خصمك. بيقول لي هنا أنت كنت تلعب دي عشان لو كل تاكل بالرك، صح؟ فعلا. ماشي. هو قفل. جيب الحصان هنا. أنا طبعا بحاول ألاقي لعب، أصل هو قافل اللعبة خالص. قعدت بحاول أحرك الحصان، أكل الفيل وهي ما كانتش نقلة كويسة. أكلت. بيت. لعبت الحصان هنا ليه كده؟ ايه الكريتيكال موف؟ شوف هو دفع البادئ. شوف هو اصلا فكره البادئ اللي هو عملها ديت خلت اللعبه معظمها على البيادق يعني. بس انا لعبت نط اف 5 ماشي. هي فكره ان انت لو دفعت البدء هنا، لو انت ما لعبتش نايت اف 5 ولعبت البدء ده، دي بيست موف ان هي كلها ساعتها. لو اكل بدء في بدء، هحرك الحصان وابدا اجي على المربعات دي. ماشي. ماشي. هو اجيب الركع على العمود. انا بيقول لي كان في تضحيه بس انا ما لعبتهاش. كان في تضحيه يا جماعه. ماشي. تعال نشوف التضحيه ديت. دلوقتي انت بدل ما كنت ترجع بالحصان انت كنت تاكل البدء ده. طب ولو اكل ايه النظام؟ هاكل. وبعدين لو قرب عليا، لو قرب عليا هعمل ايه؟ اه هاكل بيضة ببلاش. فعلا مخدتش بالي منها. بس انا برضو كنت عندي خطة تانية يعني، ان انا اجيب الحصان ده عشان افضي مكان ان انا اخش بالوزير ولعبتها. دي بلندر طبعا. خد كش. اونلي موف. مكانتش اونلي موف. هو اللي جه على الفورك، كان ممكن يجي على المربع ده، ولكن برضو كان هيسيب بيضة يعني، برضو كان هيدعك. ساب لي رويال فورك. هات الوزير وهات الملك. ريزاين. الصراحة أنا يعني استفدت كذا حاجة من الجيم، وهما خصوصا اللي بيلعبوا ضد الفرنش دول لازم برضه اخد بالي من ان هما قفلات البادئ اللي بيقعدوا يقفلوها ديت. وطبعا السر كله في فتح السنتر او فتح البادئ. شفت هنا يعني بيقول لك هنا كان افضل نقلة في النقلة اللي فاتت ديت اللي هي السي 5. السي 5 دي كانت كويسة ما خدتش بالي منها. ف وبرضه ان ده بيعلمك ان انت ما تقلدش خصمك ده بقى، او الخصم اللي أنا بلعبه ده، ان انت مثلا ما تقعدش تدفع البيادق وتقفل الجيم على طول. لو قدامك فرصة تفتح السنتر افتحه. يعني افتحها يا عم، ربنا يفتحها في وشك يا عم، ده بيقفل الدنيا خالص. وبس كده يعني. هو ده كان الجيم يعني. انا عارف ان هو جيم قصير بس ما يعني الصراحه يعني بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وبقالي كتير ما لعبتش شطرنج اصلا. يعني ايه يعني بسخن والله، وهستمر ان شاء الله وهنزل يعني. بس انا بس ايه اليومين دول بس كنت مشغول في حاجات تانية خالص. كلية برضو وكده كنت بشوف التقديم والحاجات ديت. بس دلوقتي الحمد لله يعني فضيت. بس كده ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية. ولو عجبك بقى الفيديو بقول لي في الكومنتات. بس كده، سلام.